الأهلي يضرب من جديد في سوق الانتقالات. آخر أخبار النادي الأهلي على قناة وانكورة. معكم أحمد رضا. مبدئيا كده النادي الأهلي أعلن عن إتمام صفقة عطية الله على سبيل الإعارة من فريق سوتشي الروسي. طبعا عطية الله غني عن التعريف، لاعب الوداد السابق، لعب كتير قدام النادي الأهلي. لكن اللي انت ممكن ما تعرفوش او اللي مش فاكره ان عطية الله كان بيلعب في كأس العالم مع المنتخب المغربي وكان من العناصر الأساسية، وكمان كان صاحب الاسيست قدام منتخب البرتغال في هدف النصيري، واللي بسببه المنتخب المغربي صعد لنصف النهائي في كأس العالم. عطية الله تدعيم قوي جدا في الجبهة اليسرى مع علي معلول اللي هيرجع ان شاء الله تبع الاخبار اللي طالعة في يناير، وهيتجدد عقده. اما عن اصابة كريم فؤاد، فالبارح تعرض لاصابة في مباراة سموحة. الاخبار كانت طالعه ان هو قاطع كامل في الرباط الصليبي، لكن طبيب الفريق طلع وقال انه لا، ده مجرد كدمه بس. الاشعه اثبتت النهارده للاسف وجود قطع جزء في الرباط الصليبي. طبعا كريم فؤاد كان لسه راجع من الرباط الصليبي، لو فاكرين كان في نفس الفتره بتاعت اكرم توفيق. دي تاني مره تجيله رباط صليبي مع النادي الاهلي. اللاعب سيء الحظ، يا دوبك لسه بياخد فرصته بعد اصابه علي معلول في مكان مش مكانه، لكن قدر ان هو يثبت نفسه ويوضح لكل جماهير النادي الاهلي ان هو لاعب جوكر وعلى قد المسؤوليه. نيجي بقى لمحمد عبد المنعم اللي خلاص مجلس الاداره في اجتماع النهارده مع كولر كان بيناقش مستقبله، وزي ما تقول كده خلاص يعني طلع قرار باحتراف محمد عبد المنعم، لكن هيمشي بمبلغ كبير، يعني مبلغ 6 مليون، ده المبلغ اللي طالبه النادي الاهلي. نيس عرض 4 مليون. هنشوف خلاص الصفقة هتخلص، هي خلاص الصفقة خلصت، بس يعني الاختلاف على المقابل المادي ممكن تخلص على 5 أو 4 مليون. طبعا محمد عبد المنعم هيروح يعوض مين؟ توديبو اللي رايح ويست هام. خلاص الأخبار طلعت والصحافة كلها الإنجليزية أكدت الخبر، فبالتالي لما توديبو يروح ويست هام اعتبر صفقة محمد عبد المنعم انتهت خلاص. نتمنى له طبعا التوفيق في الاحتراف، لاعب مصري وفي المنتخب مصر. دي كانت حاجة كده على الخفيف النهاردة، شوية أخبار كده أو 3 أخبار على الخفيف كده، العودة بعد غياب. إن شاء الله يكون في تطور في المستقبل، نحسن شوية في المونتاج، في جودة الصوت. أنا عارف الدنيا مش مساعدة، لكن استحملونا شوية كده وإن شاء الله اللي جاي أحسن.